السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت نتصور صراحة وأنه اليوم يقع البت في قضية نسمة بإغلاقها صراحة، إلا أني صدقوني ما عادش طالب بإغلاقها ما دام مواقف مخزية تأخذها الحركة التي تدعي أنها حركة إسلامية ببيان العار الذي أصدرته، ويختمها في إطار حرية التعبير السيد الوزير الحقير سمير ديلو بتصريح على إذاعة موزايك. أقول له في إطار حرية التعبير التي أكد عليها: يا صاحب السمو اطفو اطفو من أجل كرسيك يا صاحب السمو، ميسالش قناة تعتدي على الذات الإلهية وتجسدها، ميسالش ما فيها حتى شيء. يا صاحب السمو اطفو اطفو، راك وصلت لكرسيك هذاك بسبب تجارتك بالدين، بسبب أغاني في حماك ربنا، بسبب دعوتك لتحرير فلسطين، بسبب جيل النهضة جاء أمل الأمة يقبل وعلى الزب. قداش كم اسمه نفاقنا ما نحبوش بالله. هيك طحانة النهضة، خاطر ثم فرق ما بين أنصار النهضة وطحانة النهضة. طحانة النهضة ما تدوش تحلوا في فمكم برشا، مش تقولوا خاطر بطلوا ما عادوش يخلصوا فيك، معناها هذا أن تعترفوا، هذا اعتراف ضمني وأنه حركتكم حركة خامشة. ولا أقول حركة النهضة، خاطر حركة النهضة مات قضى عليها بن علي. الموجود حاليا هي نسخة مشوهة من حركة الثمانينات، الحركة كانت فيها رجال، لكن الحركة اللي كانوا فيها رجال وما يدنكسوش روسهم، ومش من أجل الكراسي يبيعوا دينهم، مش من أجل الكراسي يسمحوا للذات الإلهية باش تتجسد. الله يرحم من مات. حركة النهضة مازالوا فيها كعبتين نظاف، البقية الشكارة والبحر. ما نقولوش الشكارة والبحر على خاطر البحر نظيف ما يقبلش جثث. اليوم ذكرى النكبة، اليوم بين حقيقة حركة النهضة المنافقة، حركة النهضة الانبطاحية، حركة النهضة التي نزعت عنها رداء الدين، حركة النهضة التي تسعى إلى إدخال البلاد في فوضى، وذلك عبر الاعتصامات. مش تتساءل هنا كيفاش وهي في الحكم، ما لا بعداش كي تفشل كيفاش مش تبرر فشلها، خاطر كون جاو جماعة صفر الفاصل هم اللي يعملوا في الاعتصامات الكل. يرام ربحوا الانتخابات وكان عندنا الكم الهائل من جماعة صفر الفاصل كذا هكا ولا لا؟ الحاجة الثانية إثارة الفتنة الشيعية السنية. نستغرب لهنا قبل الانتخابات كان خطابهم يقول أن تونس لجميع أبنائها، توا ولا الشيعي مش ولد بلادنا يلزم نعملوا عليها حملة ويخرج. في المقابل نستغرب أن بلاد اتسعت للشيوعي والمسلم كيفاش ما تتسعش للشيعي اللي هو يسمى بطريقنا وبأخرى ما كفر حد يسمى مسلم، عنده بدع ربي يهديه وينحاهم ولكنه في الأخير يبقى مسلم. نستغرب كيفاش الشيعة اللي عندهم 1400 سنة مجاورين المسلمين وما شفنا منهم حتى شيء فجأة وبإشارة ربانية أمريكية يصبحون خطرا على تونس. هذا تنفيذ للبروباغندا الأمريكية، وجعل تونس تخوض الحرب القادمة بالنيابة ممن سيخوضون الحرب القادمة بالنيابة على إيران، بالنيابة على أمريكا ضد إيران. إمارات سلفية استهداف الأخوة السلفيين، نختلف معاهم في أفكارهم لكن ندافع عليهم، عندهم الحق باش يتواجدوا في هذا البلد، كما من حق الشيوعي باش يتواجد في هذا البلد، كما من حق الحداثي على طريقة القطب الحداثي باش يتواجد في هذا البلد. وتونس ديما تبقى لجميع أبنائها، أحب من أحب وكره من كره على قول السبسي. سي سمير ديلو كلامك مردود عليه،
وأضعف الإيمان وأنك تستقيل من منصبك هذاك. أضعف الإيمان يا تاجر الدين، أضعف الإيمان وأنك تستقيل، أو تدعو إلى إعادة الانتخابات وتظهر على وجهك الحقيقي، ومن بعد ما ستفرزه الصناديق سنحترمه. استقيل يا عميل، بل أنت أشد من العميل، أنك دخلت لنا في ثوب مسلم، والآن تدعي أن تجسيد الذات الإلهية هي حرية التعبير ولا يجوز محاكمته. استقيل. هذاك كون جيت نعرفك راجل وتحسها، أما ما ظهر لي. السلام عليكم.